مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات. هذا الفيديو سيكون تقييم لإطلالات المشاهير في حفل ميت غالا 2025. ميت غالا هو أكبر عرض أزياء سنوي يجمع بين الفن، الموضة والجنون. في حلقة اليوم راح نغوص مع بعض في تفاصيل الحفل، من الفكرة والموضوع إلى تقييم مفصل لأكثر إطلالات البارزة للمشاهير العالم، وسنرى إذا كانت الإطلالات في المستوى ولا في ناس خرجوا عن السيطرة. ميت غالا هو حدث سنوي ينظم من طرف متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، يجمع بين الموضة والفن مع حضور كبار النجوم والمصممين. الهدف الرئيسي هو جمع تبرعات لقسم الأزياء في المتحف. موضوع الحفل هذا العام يشير إلى موضوع غامض يدمج بين أزياء الماضي والمستقبل، الخيال والواقع. هذا الشيء خلى بعض المشاهير يبدعوا وبعضهم يتوهوا. والآن سنقيم إطلالات المشاهير. إطلالة زندايا تبدو أنيقة ومميزة للغاية، وتحمل طابعا كلاسيكيا مع لمسة عصرية. البدلة البيضاء اختيار جريء وغير تقليدي في حدث يشتهر بالفساتين الفخمة. البدلة مصممة بإتقان وتفاصيل دقيقة مثل الأزرار والياقة المرتفعة، مما يضفي لمسة أرستقراطية. القبعة الواسعة تضيف عنصرا دراميا راقيا يعزز من قوة الإطلالة ويمنحها طابعا غامضا وجذابا. فاعتمدت زندايا مزج بين الطابع الذكوري والأناقة الأنثوية، وهو توازن صعب لكنه ناجح في هذه الحالة. الإطلالة توحي بالقوة والثقة وتبتعد عن التكرار المعتاد في السجادة الحمراء. سأقيمها 9.5/10. إطلالة أنيقة مختلفة وذكية جدا بتوظيف التفاصيل، قد يخسر نصف نقطة فقط لمن يفضلون البرهجة والألوان الجريئة في ميت غالا، ولكنها تبقى إطلالة خالدة ومبتكرة. أما عن إطلالة ريانا في الحفل، كانت تظهر بأسلوبا جريئا ومبتكرا كعادتها. الأسلوب درامي وكلاسيكي، بدلة مستوحاة من الأزياء الرجالية بأسلوب فيكتوري أنيق مع لمسة أنثوية عصرية تعكس فكرة السلطة والأنوثة. أما القبعة الواسعة تضيف لمسة غامضة ومسرحية تتماشى تماما مع طبيعة الحدث. أما الربطة المنقطة والظهور الكبيرة عناصر ملفتة تضيف بعدا بصريا جريئا وتكسر رطابة اللون الداكن. أما القصة والتفصيل، التصميم دقيق ويبرز تفاصيل الجسم بطريقة أنيقة مع فتحة ساق جريئة التي توازن بين الرسمية والأنوثة. قد يعتبر البعض أن الإطلالة أقرب إلى زي مسرحي أو سينمائي أكثر من كونها أزياء سهرة، لكنها تتدرج ضمن مفهوم ميت غالا الذي يحتفي بالفن والمبالغة. الألوان الداكنة قد تكون أقل جرأة من إطلالتها السابقة، لكنها تعكس نضجا وأناقة. سأقيم الإطلالة 9/10. الإطلالة قوية مبتكرة وتجسد شخصية ريانا المتمردة والأنيقة في آن واحد، تتناسب تماما مع روح ميت غالا التي تحتفي بالخيال والدراما والموضة كفن. أما إطلالة آن في حفل ميت غالا كانت تتسم بالأناقة والجرأة مع لمسة كلاسيكية عصرية. الجزء العلوي قميص أبيض بأكمام منفوخة بتصميم كلاسيكي أنيق يعكس طابعا راقيا ومتمردا في آن واحد. التفاصيل البسيطة تعزز الإطلالة دون أن تسرق الأضواء من باقي الزي. أما الجزء السفلي تنورة طويلة ضيقة بتصميم مبتكر يجمع بين الأبيض والأسود بتركيبة قماشية فاخرة مع شرائط بارزة تمنح الزي بعدا بصريا وتضفي لمسة مستقبلية. أما عن الإكسسوارات، اعتمدت على عقد أزرق بارز يضيف لونا قويا يكسر رطابة الأبيض والأسود بطريقة ذكية ويمنح الإطلالة بريقا ملكيا. أما تسريحة الشعر والمكياج بسيطة وبأنيقة، ما يتيح التركيز على الزي والمجوهرات دون تشويش بصري. الإطلالة متوازنة بين كلاسيكية وابتكار. أقيم إطلالة 8.5/10. الإطلالة متوازنة بين الكلاسيكية والابتكار، تعكس ذوقا راقيا وقدرة على التميز في حدث يتطلب الجرأة والابتكار في الأزياء مثل ميت غالا. أما باد بوني ظهر في الحفل بإطلالة جريئة، ارتدى بدلة بنية داكنة بقصة واسعة ومضلعة قليلا، مما يعطيها طابعا دراميا ومعاصرا. اختيار اللون البني غير المعتاد على السجادة الحمراء مما يعكس روح باد بوني المتفردة. القفازات السوداء المزينة بتفاصيل صفراء لافتة للنظر أضافت لمسة من الجرأة والغرابة. الدبوس الزينة بروش فضي على الصدر يضيف عنصرا تقليديا فاخرا. الحقيبة التي يحملها تساهم في تعزيز جانب المفاهيم للإطلالة. ربطة عنق باللون البيج الفاتح مع قميص بلون كريمي، اختيارات محايدة تساعد في توازن الإطلالة دون أن تسرق الضوء من العناصر البصرية الأقوى. أما القبعة ذات شكل ملتف مع النظارات المستديرة تضيف طابعا مستوحى من الثقافات التقليدية وتمزج بين الطابع التراثي والطبيعي. سأقيم الإطلالة 8.5/10. الإطلالة فنية فيها رسالة ثقافية تليق بمناسبة مثل ميت غالا، لكنها قد
تعتبر جريئة وغير مفهومة للجميع. باد بوني يثبت من جديد أنه لا يخشى كسر القواعد في عالم الموضة.